المهم كان في قبرص، وبعدها راح البرتغال، وبعدها اطلع لبلجيكا، وبعد بلجيكا ادخل الى المانيا. كي دخل الى المانيا قفلوا عليه. كيفاش قفلوا عليه؟ دقيقه نقص شويه المزيكا. كيفاش قفلوا عليه؟ بعد التنسيق مع الانتربول وغير الانتربول، والملف اللي كان شادو كان شادينو جماعة تاع لابوليس. علاش كانوا شادينو لابوليس ومشي المخابرات هذا الدوسي؟ لان هذا الشاب اللي كان مانيبيلي من طرف بن خنزيرة والجماعة اللي داريار بن خنزيرة اللي هو معاذ والكليكه اللي معاه، وراه يتفرج معاكم هنايا الكولونيل معاذ. فكانوا يجيبوا له ارقام نمروات تاع تليفون تاع مسؤولين، ويقول له عيطوا لهم والتلفزيون وغيرها. فكان يملوا عليه واش يقولوا واش ما يقولش لهذوك الناس بطبعهم، لانهم هم مولفين يتعاملوا معاهم بواحد لي كود اللي هما يعرفوهم، يتعاملوا معاهم بالتليفونات. فكانوا يعطوه هذاك الشيء باش يردوا عليه وباش وغيرها، وسجلوا وخرجوا دوك التسريبات والتسجيلات وغيرها في الخصوم تاعهم ولا في الناس اللي كانوا متضاربين معاهم في السلطه. الملف اساسا هنا نرجعوا لواحد النقطه مهمه، ها هي دقيقه. اوبا، الشرطة الجزائرية عاجل إلقاء القبض على المدعو بالحسني يعقوب وترحيله اليوم إلى الجزائر. وصول في هذه اللحظة إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مدينة فرانكفورت، على متنها المدعو بالحسني يعقوب تحت حراسة هنا نحبسه تحت حراسة عناصر الأمن الوطني المكلفة بترحيله من ألمانيا. بعد ما في الصراع القائم اللي حكيت لكم عليه ما بين لا دي جي اس ان وما بين المخابرات في إطار الصلاحيات الهذا وهذا وغيرها، بعد ما اكتشفوا روطار أن هذا بالحسني يعقوب مجرد كانيش عند جماعة لا دي دي اس او اللي هو ما عندهش علاقة مباشرة معهم، وإنما كان الوسيط بينهما هو بن خنزيرة أو مرت كارلوس اللي كان يمانيبيلي في هذا ويعطوه في التليفونات والآخر واسطة بيناتهم الشيفونة في شيفونة. فحاولت المخابرات الخارجية لا دي دي اس او تحميه في لترونجي باش ما يكسترادوهش، ومن بعد تبان العلاقه تاعه مع بن خنزيره، وبالطبع يعرفوا الداخل في البلاد بن خنزيره لاي جهه يعمل، يعرفوا العام والخاص واللي ما قاع الدنيا تعرف لاي جهه بلونطو. فكانت عمليه سريه نسقت فيها المديريه العامه للامن الوطني لا دي جي اس ان مع الانتربول الشرطه الدوليه، وطيحوه في المانيا، وما كانش عارفين المخابرات اصلا وبدون علمهم وما عندهم حتى خبر. انتم ما تعرفوهم باللي مخابرات القهر هما التوالا اللي كي تفركتت العرس يجوا زغرتو جابوه. لكن البوليس عارفين باللي المخابرات رايحه تصوتي عليه. علاش تصوتي عليه؟ دوك نخبركم علاش تصوتي عليه المخابرات. تعرض لتعذيب رهيب هذا الطفل، مع انني هذا ما نحملوش نهائيا، وكل من يتعامل مع بن خنزيره ما نحملوش نهائيا، لكن نعطيكم الحقائق واش صرا وكيفاش داته المخابرات وكيفاش استلمته من عند لابوليس، وراهي شاعله بين الشرطه وما بين المخابرات.
راهي كحله، هي ديجا من دي مده راهي كحله بيناتهم، وزاد الان الطيني بله. المخابرات عن طريق لونتان تاع الايروبور اللي تابع للسي بي يو، اللي تابع لجماعه تاع بن عكنون اللي هو السي بي يو اللي حاكمه ناصر الجن، راحت جماعه تاع لونتان بعد ما جابوه لابوليس، ولابوليس شادين فيه ومكمشين فيه وما تامش عقلك، شوف شادين فيه ومكمشين فيه باش ياخذوا اكثر عدد من الصور على اساس هما اللي جابوه، هما اللي تكلفوا بالتحقيق تاعو. زيد راحوا داروا بيان يتجاروا، راحوا يجروا لابوليس داروا بيان: يا عباد الله رانا حكمناه واحنا اللي جبناه. وشوف شو قال لك، شوف عند المدعو بالعزاني عند السطر الاحمر: تحت حراسه عناصر الامن الوطني المكلفه. يو قال لكم احنا اللي جبناه، ولا دي دي اس او ما عند جدها تا دخل، كونترير لا دي دي اس او كانت تحوس تحميه باش ما يجيبوش، باش ما تنكشفش البازقه. قال لك تحت حراسه عناصر الامن الوطني المكلفه بترحيله من المانيا. ما قال لك لا الجزائر جابته ولا الدوله جابته ولا اي، قال لك فلان. ولات الان حرب مؤسسات، حرب معلنه تاع مؤسسات، اخطف ونخطف. واللي دار البي في يمسحها في الاخر. واش يديروا؟ داروا اكثر، خلوهم داروا اكبر عدد من الصور على اساس هما اللي جابوه. في الحقيقه لا بوليسيه اللي دارت لوبيراسيون وجابتها مع الانتربول، المخابرات بدون علمها نهائيا. اليوم كاع لا جورني ومعاد مبوانتي وين؟ في السي بي يو، يعني في مركز عبله تاع بن عكنون. طيبوه علاه. اتاسيون، تجبد اسم بن خنزيره، لان كي تجبد اسم بن خنزيره راح تنكشف كامل لوبيراسيون. لا بوليس راه غايضهم الحال. لماذا؟ لان لا بوليس خدموا خدمه كبيره سواديزون باش يجيبوه، ولانها قنبله في اطار الصراع اللي قايم بيناتهم، وتكشف تواطؤ جهاز المخابرات الخارجيه او مديريه الامن او التوثيق والامن الخارجي برعايه معاد والكليكه اللي معاه، والتآمر تاعهم وتوظيف بن خنزيره في هذا الخماج اللي راه هو يبغي يعيش في العفن. فقال لك لا بوليس ما لازمش يشدوا هما وما لازمش هما يديروا مع التحقيق، مع ان لا دي جي يسان او الشرطه القضائيه هي المخوله باش تدير معاه الانتيروغاتوار، يعني التحقيق اللي تديرها معاه وتبثها في التلفزيون وما تبثهاش في التلفزيون. الاخرين باش ما تحكمش عليهم اتو وما تحكموش علينا اتو. واش يديروا؟ راحوا جماعه تاع لونتان، جماعتهم خاطش هما المخابرات عندهم دي زونتان تاعهم، عندهم لونتان اللي تبع لبن عكنون، عندهم اونتان في البور وعندهم اونتان في الايروبور. راحوا الاخرين خلاهم تصوروا معاه وداروا خطفوه من عندهم، ورانا محتاجينه وعندنا وحده التحقيق والدنيا طب تراساو به ديريكتومون لبن عكنون. في الساعه اللي نتكلم معاكم فيها الان راه في بن عكنون. وباش يغطوا على القضيه الحقيقيه ولا مانيبيولاسيون تاع هاد لو جون اللي كانوا يمانيبيلو فيه يخدموا به، لازم هما اللي يديروا معاه التحقيق عن طريق الامن الداخلي. ومعاذ اللي انت نورمالمون كي يكون في ليترونجي انت اللي تقوم انت اللي تخدم خدمتك. مثلا الان يا معاذ وراك تتفرج هنا في اللايف، واش ضال تدير توت لا جورني في مركز بن عكنون مع هاد واش راك دير ذم؟ انا على بالي باللي كاع لا جورني راك ذم، مع انك ما انت اللي شديت الملف، ما انت اللي اوبريت باش تجيبه، ما انت اللي نسقت في العمليه باش تجيبه، ما والو. انت طب حتى قالوا لكم لا بوليس رانا جبناه، حكمكم الشوك.
قال لكم رانا جبناه، طاف رسلتوه عيطتوه جبيرو تاع لونتين تاع الايروبور، جيبوه حرزوا لا بوليس يدوه، ما تخلوش يخرج من المطار، الدنيا كذا، جاو يتجاروا طاف داس، خلوهم يصوروه في المطار 6 في 7 طاف، رفدوه في الكات كات الكحله وتراصوا به البناكلو، من اجل طمس كل الادله التي تورط بن خنزيره وهذا الطفل اللي وراه. هذا الطفل طيبوه، تعرف شنو طيبوه وقالوا له برد بالك تجبد اسم بن خنزيره في التحقيق. وغادي بعد هذا اللايف تاع اللي نهضر لكم فيه وقلت لكم باللي الدواء والمخابرات ودا، غادي واش يديروا من بعد كي يبغوا يخرجوه دحدوح يبينوه لكم مع لا بوليس بعد ما هما يكملوا كاع خدمتهم به، من بعد في لافين يبينوه لكم مع لا بوليس هذيك 3 دقائق ولا 4 دقائق ويدوه ديريكتومون البروكورور ايداع. اما الخدمه الكبيره راه معاد مسيطر على الملف باش ما يخرج حتى حرف من فم هذا الطفل ضد تواطؤ الجماعه اللي كانت مانيبيولي فيه واللي هما جماعه الدي دي اس. هذه تقدر تقول باللي اختطاف نورمال من المطار، لا بوليس وجماعه ليرجي ولا جماعه لا بي جي ولا جماعه اللي خدمت على هذا الملف راهم هذه اللي غادي ماشي هذه، لان تراكمات اللي تصرى بيناتهم في الصراع ما بين الاجهزه الامنيه راح تفجر الحاله اكثر واكثر. والاخرين باش راهم حامين، جماعه معاد وجماعه جبار مهنا حامين ببوال الاركان، شيبه النار، العجوز الهرم، وحيد القرن، شنقريح، اللي راهم زعما مكاموفلين به ودايرين به زعما الدراع في اطار الصراعات اللي بيناتهم، كل واحد عنده شي كورت تفاصيل بيناتهم. دوك يدوه للسيرفيس سونترال جوديسيار تاعهم المتواجد، ميرسي حافظ، دوك يدوه للسيرفيس سونترال تاعهم جوديسيار تاع المخابرات المتواجد في بني مسوس، ويخدموا له الخدمه ويا منعاش والدوسي كلاسي. تما كاع اللي داروه لا بوليس بناء على الامور اللي لقاوها في التليفون تاع هذا بن خنزيره بليتو قبل ما يجيبوا هذا في التليفون تاع بن خنزيره، وخبرتكم تليفون بن خنزيره اللي داوه له في قضيه اي كارلوس، لقاو تواصلات مع هذا، لقاو تعليمات اللي كان يمدهم لهذا، لقاو كلش. بناء على هذا حركوا الملف وانسيستاو باش يجيبوه وجابوه، ولكن في اخر المطاف خطفوه لهم المخابرات، والان راه يزداد الصراع ما بين الاجهزه الامنيه. من لا بوليس خرجت ودارت بيان وقالت في بيانها واضح جدا يعرفها اللي يقرا واللي ما يقراش، اللي يفهم السياسه وما يفهمش، اللي يفهم الكلام وما يفهمش، اللي قاري واللي ماهوش قاري. واش قالت تحت حراسه عناصر الامن الوطني المكلفه بترحيله من المانيا. وقال لهم يعني بطريقه او باخرى يعني رانا احنا جبناه واحنا بغينا نحقوا في الملف، وانتم راكم متواطئين معاه يا جماعه لا دي دي اس، انتم اللي كنتوا تخدموا به، انتم كذا وجبناه بغينا نحقوا معاه وبغينا روحتوا رفدتوه وديتوه، وراكم دروك بيضغطوا على العناصر تاعكم في الخارج، منهم بن خنزيره ومنهم المجرمين العرايه اللي راه يخدم بهم شنقريحه. الان لم يبقى له الا لكريمينال هو جبار مهنا، جماعه التسعينيات اللي منهم حسين بولحيا، اللي منهم معاد اللي هو سواعي زرقين الاسم الحقيقي تاع الكولونيل سواعي زرقين، واللي منهم العديد من الاسماء اللي راهم الان في لا دي دي اس اسماء ماضيها التالي فيهم قاتل ب 200 ولا 300 جزائري. جماعه اللي راهم الضباط السامون، نتكلم على الضباط السامون اللي راهم
في لا دي دي اس او جماعه جنقريحه وجماعه جبار مهنا احاطوا بهم كل الناس الدمويه اللي ماهوش قاتل من الجزائريين راهو قاتل بالك 200 300 على راسهم هذا معاد وعلى راسهم حسين بولحيه وعلى راسهم جبار مهنا تشكيه لا جبار مهنا ما تحسبش كاع بلا حساب جبار مهنا بوحه ماش عاقل شحال اخر اللي منهم ناصر الجن اللي منهم كامل كي جمعت في الامن الداخلي اللي على راسهم راس النصر الجن او الجماعه الثانيه اللي على راسهم جبار مهنا الان لم يبقى لهم سوى الكريمينال تاع التسعينيات اعادوهم الريسيكلاج جابوهم باش يمشوا لهم هذا المرحله اللي قتلوا الجزائريين والجزائريات بدم بارد هذا واش بقى لهم والان في اطار صراع المؤسسات اللي راه قايم والمشكله الاكبر صراع مؤسسات امنيه هذا هو الاخطر صراع المؤسسات الامنيه والان المخابرات تعفس على لا بوليس رغم الصلاحيات اللي تخول لجماعه لا دي جي اس ان تخول لهم هما اللي عندهم الصلاحيات باش يحققوا في هذا الملف ديجا اصلا في الخارج في الناس في كاين ناس مشبوهه في هذا الملف تابعين للمخابرات كيفاش تعطيه لنفس الجهه تحقق معه زادوا عفسوا عليهم وهذا الذي سيفجر الوضع بين المؤسسات اكثر فاكثر الناس الان بدات تفيق بدات تفهم بداو توصل لهضره امير واش كان يقول لها امير على الصراع اللي قايم بين لابوليس بين المخابرات الخارجيه بين كذا بين جماعه الرئاسه بين جماعه قياده الاركان بين جماعه منا فهنا بدات الناس تتحلب وتشوف واش كاين وهذا الطفل اللي زاد كشف البازقه بلا ما يهضر زادت كشفت البازقه ضربه واحده راحوا خطفوه اداوه شبعوه خباطي والان كنت كي تكلمت على هذا السوجي واش رايحين يديروا دروك انا غادي نخبر شنو غادي يديروا غادي يروحوا يجيبوه باش كوم كوا يكاموفلو الحاله بعد ما طيبوه بعد ما داروا فيه التير بعد ما تعرض لكل انواع التهديدات وحده اخرى خلينا من الضرب اللي صرا له اللي صرا له بعد ما تعرض تهديدات وحده اخرى رد بالك ومن بعد دوك يحطوه لا بوليس حتى عصروه ومن بعد يحطوه لهم 2 دقائق في التلفزيون ايها قدام الكاميرات ومن بعد رفدوه طراسي به هذه هي قصه هذا الطفل وبن خنزيره في ملف هذا الطفل في الملف تاعو قبل ما يجيبوه في الملف تاعو لان في التليفون تاع بن خنزيره كاين تواصلات بينه وبين هذا الطفل والتعليمات اللي كانوا يمدوها لبن خنزيره باش يفوتها له هو اللي كان في تواصل معاه مباشر فهمتوا دروك على خرج بن خنزيره البارح يجري يبرر ويستبق الاحداث وقال لكم في اللايف تاعه قال لكم معاذ هو اللي جابوه هو اللي دار له معاذ هو اللي جابوه تما دروك حنا شنو نصدقوك انت يا بن خنزيره ولا نصدقوه هو بيان صادر من الموقع الرسمي تاع لا بوليس عناصر الامن الوطني مكلفه بترحيله من المانيا قوس قرمط هما عارفين هما حتى الجهات على بوليس عارفينهم باللي غادي يخرجوك الافونس عارفينهم لا بوليس عارفين الدي جي اس ان عارفين باللي جماعه نزار وجماعه معاد وجبار مهنا راهم رايحين يخرجوك تجري وراهم رايحين يخرجوك باش ينسبوها او ينسبوا هذا الترحيل مع انهم هما كانوا ضد ان هذا الطفل يدخل يجيبوه للجزائر كانوا ضد باش يجيبوه فعارفينهم باللي غادي تستخر راحوا ديريكت للسيت تاعهم تاع المديريه العامه تاع الشرطه وكتبوا باللي هما المكلفين بترحيله وانا عارف شخصيا ان اللي جابوه كولابوراسيون اونتر الانتربول لا بوليس تاع الالمان و تاع الجزائر وعارف انا اصلا ان المخابرات ما عندها حتى دخل في هذه القضيه وعارف كذلك ان المخابرات من قبل هي ما سمعتش باللي باغي يجيبوه كون سمعت كانت تعرقل
كون سمعت باللي رايحين يجيبوه كانت تعرقل باش يجيبوه. ف عارف بلي المخابرات كانت بدون درايه، وهذا الذي اثار غيظتهم راحوا خطفوه من المطار وترصوا به ديريكت. دقيقه 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 دقيقه، انا محتاجينها غير دقيقه، 5 دقائق محتاجينها 5 دقائق، رفدوه في الفورغو بب ترصوا به ديريكتومون للسي بي يو، داو للسونتر برينسيبال اوبيراسيونيل سي بي